كنت بلعب بيس موبايل في يوم من الايام بعد الساعه 12، خطر على بالي سؤال من اسئله ما بعد الساعه 12 اللي كلنا عارفينها دي. يا ترى ازاي لعبه زي بيس اتعملت ازاي واتبرمجت ازاي، وازاي الموضوع ممكن يكون صعب ومعقد برمجيا. بس افتكرت ان في 30 نوفمبر 2022 تم اصدار روبوت دردشه معتمد اعتماد كلي على الذكاء الاصطناعي اسمه تشات جي بي تي، وحرفيا بيرد على اي سؤال انت ممكن تطرحه، فما فيش غيره في الوقت ده ممكن يجاوبني على سؤال زي ده. فدخلت على الدردشه الخاصه بيه وكتبت له السؤال بشكل اكثر تعقيدا. قلت له اكتب لي كود برمجي لبرمجه لعبه كره قدم تشبه لعبه بيس. حرفيا كتبت له كده، وحرفيا اجابته صدمتني لانه بالفعل كتب لي اكواد برمجيه حقيقيه. ايه والله شايفك اللي بتضحك هناك وبتقول لي يعني وظيفه المبرمجين كده في خطر. ما هو مش هم بس يا مندمج، هو بالعقل اللي يخلي روبوت يكتب كود برمجي ممكن جدا لو عرضت عليه مساله حسابيه او قانونيه انه يحلها، ولو امكن مستقبلا برمجته اليا بحيث يقدر يتحرك او يتكلم، وده سهل جدا، ساعتها ممكن جدا تلاقي روبوت محامي او مدرس او محاسب او دكتور. حاسك قلقان حبتين. لا يا صاحبي هديلي اعصابك كده وما تقلقش، اسمح لي اخدك في سهره في مملكتي، مملكه المندمج اللي شعارها اخدش كلمني. ويلا كده نمر جهز لي حالك واستعد. جاهز؟ خلصانه. في الخمسينات وبالتحديد 1950 في عالم رياضيات وحاسوب بريطاني الجنسيه اسمه ألان تورينج. المعلم ده كان من اوائل الناس اللي كانت مؤمنه انه الالات ممكن جدا برمجتها لانجاز شيء ما، يعني اشبه نوعا ما بالبشر واعمالهم. واضاف على كلامه انه ممكن كمان مستقبلا يكون في آلة بتوازي الذكاء البشري عادي جدا. وطبعا الكلام ده في الوقت ده اللي هو في الخمسينات يعني كان جديد وغريب حبتين، فالعلماء ما صدقوش كلام ألان وقالوا الكلام ده ما يلزمناش يا عمنا وما فيش منه الكلام ده غير لو عندك اثبات يا معلم. ألان قال لهم عندي اثبات، هعمل اختبار بسيط اسمه اختبار المحاكاه، والاختبار ده هيكون مكون من حكم بشري واثنين متسابقين، واحد منهم بشري والثاني آلة بيديرها حاسوب، والمتسابقين هيكونوا مخفيين عن الحكم يعني مش شايفهم. هو هيسأل السؤال والاجابه بتكون نصا يعني بتوصل له مكتوبه قدامه على كمبيوتر. طيب تمام، لو الحكم ده ما قدرش من خلال الاجابات انه يميز مين البشري ومين الآلة يبقى الآلة نجحت في الاختبار. هتقولي نجحت ازاي وليه؟ ما هو مندمج اسمه اختبار محاكاه، يعني اختبار هل ممكن الآلة دي تحاكي التفكير البشري؟ هل ممكن الذكاء الاصطناعي يحاكي التفكير البشري ولا لا؟ والله جايز. بس يا مندمج هو ايه الذكاء الاصطناعي ده اللي انت شغال من الصبح بتحكي عنه؟ ببساطه يا مندمج الذكاء الاصطناعي هو الذكاء اللي ممكن آلة تمتلكه بحيث يخليها او يجعل منها يعني بتوازي او بتشبه قدرات البشر وبتحاكي افعالهم، بحيث انها تقدر تتكلم، تقدر تتعلم، تقدر تدي رد فعل على اوضاع هي ما اتبرمجتش عليها، وما تكونش مجرد آلة مبرمجه على شويه حياه روتينيه زي شوبير لما كان بيعلق على بيس 6 كده. طيب حلو جدا. تقول لي يا مندمج ثواني انت ما كملتش قصه الاختبار. صحيح والله. المهم يا مندمج مفيش آلة او حاسوب قدر يتخطى الاختبار ده، اللي هو بتحط نفسك في مواقف بايخه يعني فاهم، وخد عندك نظرات الشماته بقى اللي خدها ألم من العلماء. بس ألم ما استسلمش وفضل مصر على وجهه نظر، قال ان يوما ما في آلة هتتخطى الاختبار ده. ايوه اللي هو امتى؟ قال لك كمان من 50 ل 100 سنه، اللي هو خليها على الله بقى فاهم. عدت الايام وكان كل آلة بتدخل الاختبار ده بتفشل، ومفيش آلة حتى قربت انها تتخطاه. يمكن كان افضل اداء لآلة في الاختبار ده كان الروبوت اللي اسمه ميستوكو، حصل على نتيجه اختبار 33% كمقدره على المحاكاه، وانه اقنع الحكم بالنسبه دي انه مش آلة. يعني بالمختصر المفيد هو قدر يقنع الحكم انه مقارب لتفكير الانسان بنسبه 33%. عظيم، يعني كلام ألان طلع منطقي. ومع التطور اكتر للذكاء الاصطناعي ممكن نشوف كلام تاني. بس استنى مندمج، ما بيخليكش تقلق حوار تطور الذكاء الاصطناعي ده؟ ما بيفكركش باول الحلقه حوار الروبوت اللي بيكتب اكواد ده وبيجاوب على اي سؤال مهما كان؟ ايوه عايز تقول ايه برضه يا مندمج؟ عايز اقول لك ان لازم تقلق على وظيفتك، خاصه بعد كلام العالم الفيزيائي الراحل ستيفن هوكينج اللي قال انه لو امكن تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل كامل يكون قادر على اعاده تصميم نفسه ذاتيا. وده مش خطر على وظائفه بس، ده قد يعني فناء او هلاك الجنس البشري. لسه مش قلقان؟ طب خد عندك. عام 2015 بيل جيتس اعلن رغبته في بقاء الروبوتات غبيه الى حد ما، يعني يكون اخرها شويه حاجات هي متبرمجه عليها مش اكتر، لانه متخوف من الذكاء الخارق اللي ممكن توصل له. ونختمها بكلام ايلون ماسك يشبه تطوير الذكاء الاصطناعي باستحضار الشيطان. لا مؤاخذه يعني. طب بعد ما خلتني اقلق يا مندمج ايه الحل يعني؟ والله هو الواضح يعني ومن المتوقع ان المستقبل يا في البرمجه يا في الذكاء الاصطناعي، فلو امكن ليك تتعلمهم هيكون افضل ليك، لانه بيقول لك مستقبلا المقياس هيكون مين المبرمج او المهندس اللي صنع روبوت اذكى، ده على حسب كلام العلماء يعني. فالموضوع معقد شويه، عشان مش عايزك تتعقد اكتر هننهي سهرتنا القصيره على خير ونتقابل في سهرات جديده. ولو مهتم باخبار المحتوى ممكن تجي لي انستا. وبس كده يا مندمج.